ناس كتيرة فاكرة إن السفر محتاج فلوس كتيرة جدًا، بس أنا سافرت دول كتير وأنا مش غنية وما عنديش دعم من حد، ما عنديش حد عمل ده أصلًا قبل كده، وسافرت كل ده وأنا لسه في الجامعة. بس خلّيني أقول لك الحقيقة، السفر مش ببلاش زي الناس مفكّرة، بس في نفس الوقت هو مش مستحيل زي على طول ما بيتصدر لنا في الإعلام والناس التانية اللي بتسافر طول عمرها. فإزاي أنا قدرت أسافر 19 دولة في فترة الجامعة وأنا عندي 23 سنة وخلاص باتخرّج أهو، إزاي ده أصلًا ممكن لينا إحنا كمصريين بما إن إحنا معانا باسبورنا أصلًا صعب وإن كل حاجة بالنسبة لنا برّه غالية عشان عملتنا طبعًا، وخلّيني أشرح لك في الفيديو ده إزاي ده أصلًا بيحصل بعد خبرة 19 دولة حوالين العالم. فكرة السفر التقليدي اللي إحنا كلنا متعودين عليه إن أنا أروح أقدّم في السفارة على الفيزا، أحجز فندق، السفر بالطيران الاقتصادي ده، أروح economic اللي هو أنا هاحجز مع شركة سياحة، السفر ده اللي كان في دماغي واللي كان أهلي بيقولوا لي عليه وصحابي وكانوا بيقولوا لي قد إيه هيبقى غالي، يعني أنا فاكرة الناس حرفيًا كانت بتقول لي لازم على الأقل يبقى معاكِ نُص مليون، الكلام ده أصلًا كان من 5 سنين، فده كل ده موجود هنا في مخنا إن السفر أكيد لنوعية بس من الناس، أو مش بس لنوعية من الناس، أنتِ مش هتقدري تعمليه وأنتِ صغيرة، أنتِ بس هتقدري تعمليه لمّا تشتغلي، لمّا تتجوزي، لمّا يكون معاكِ فلوس ساعتها أنتِ وجوزِك يبقوا سافروا واعملوا كل اللي أنتم عايزينه، عشان السفر أصلًا صعب جدًا وإحنا دلوقتي مش متاح لينا أصلًا وأنتِ عندِك دراسة، بس وأنا عندي 15 سنة عرفت إن في بديل كبير جدًا للسفر، وفي حاجات أنا ممكن أقدر أسافرها ساعتها وأنا صغيرة، وفي أي سِن حرفيًا يعني وأنا عندي 18 سنة سافرتها، لو أنا عندي كان 30 سنة برضه ساعتها كنت هاقدر أسافرها عادي، سفر عن طريق الYouth Exchange، سفر التطوع، سفر عن طريق المؤتمرات، سفر عن طريق الprograms، أنواع كتيرة جدًا، أنا ما كنتش متخيلة أصلًا لمّا سمعت وأنا عندي 15 سنة ما كنتش مصدقة أصلًا إن في حاجة زي ده. زي ما ناس كتيرة أوي بتقول لي: "إحنا مش مصدقين يا عالية، إحنا بنثق فيكِ بس إحنا مش مصدقين إن في حاجة كده أصلًا." فوأنا صغيرة ما كنتش فاهمة خالص، قعدت أسرِّش وأسرِّش وأسرِّش، زي ما قُلت لكم دي أهم المهارة، المهارة اللي كانت عندي اللي هي مهارة إن أنا إزاي أبحث عن الفرصة بنفسي، وساعتها فعلًا بدأت أشوف ناس خدت مِنَح، من ناس خدت programs وهي عندها 16 سنة، وزي ما قُلت لكم ساعتها خدت أول program ليّا اللي هو woman to woman كان في أمريكا، وساعتها COVID حصل وبطّلت سفر. ولكن بعدها فعلًا سنة كوفيد دي كانت سنة كويسة جدًا ليّا، لإن هي خلّتني أنا واللاب بتاعي ساعتها أنا باسرِّش عن كل حاجة وبافهم أكتر وأتفرّج على ناس، لإن أنا كنت قاعدة في البيت ما وراييش حاجة، كنت في تالتة ثانوي ساعتها، بس أنا ما كانش ورايا أي حاجة غير إن أنا قاعدة على الموبايل وقاعدة على اللاب باتفرّج على الناس حوالين العالم، وساعتها عرفت فعلًا عن الطرق دي واللي كلمتكم عنها قبل كده، وهي الطرق عن طريق التطوع مثلًا من أسهل الحاجات إن أنت ممكن تسافر أي دولة، وحرفيًا أنا والله ما باكدب وأنا باقول ده، حرفيًا أنتم ممكن تسافروا أي دولة. أنا سافرت أكتر من دولة أوروبية عن طريق التطوع، خصوصًا وأنتم صغيرين أو وأنتم أول مرّة تسافروا، دي كانت حاجة كويسة أوي بالنسبة لي، يعني أنا دلوقتي خلاص بدأت أسافر لوحدي، بدأت أسافر مع ناس، بدأت خلاص إن أنا أسافر مؤتمرات، أسافر شغل، بس وأنا صغيرة ساعتها وأنا عندي 18، 19 سنة، كنت أخاف أعمل ده لوحدي، ده حقيقة فعلًا والأمان وكل حاجة، أنا لسه ما كنتش فاهمة حاجة عن الدنيا، أنا أصلًا كنت باخاف أسافر في مصر، أكيد مش هاطلع برّه مصر فجأة كده وأعمل ده، فأنا مشيتها step by step. فساعتها التطوع ده كان أحلى حاجة إن هو بيبقى في team معاك، يبقى في team معاك فأنت تقدر تسافر. أنا في الفيديو ده مش جاية أكلمك عن السفر والتطوع الخبرة بتاعتي اللي أنا عملتها، ولكن أنا جاية فعلًا أرُد على سؤال، هل السفر فعلًا ببلاش والّا لأ؟ هل فعلًا في حاجة اسمها سفر ببلاش والّا دي كدبة إحنا بنقولها والناس بس صناع المحتوى الcontent creators عايزين بس يقولوا للناس ده؟ هل فعلًا حقيقي؟ مش 100%، أنا بجد ما عمري ما أصدّق حد بيقول إن هو سافر ببلاش، أنا قُلتها قبل كده ولكن أنا باوضّح بعدها على طول أنا قصدي إيه، أكيد طبعًا لازم يكون معاك فلوس في أي حاجة في الحياة، وأنا مش باشوف إن في ناس بتقول لي عادي ما أنا سافرت منحة، أي حاجة هتحصل، أي حاجة هتحصل هناك أنت مسؤول عنها حرفيًا هُم مش هيدفعوا لك زيادة، وده اتقال لي في أول program ليّا، أنتِ ليكِ pocket money يعني ليكِ مصروف زي مثلًا بتاخد من الشغل، بتاخد من أهلك أو أي حاجة، بس أي حاجة تانية تحصل لو حصل لِك أي حاجة أنا المفروض أدفع، حتى في الhealth insurance ساعتها اللي كان معايا التأمين الصحي، ولكن في فعلًا programs زي مثلًا program السفارة الأمريكية، فعلًا في حاجات لحد سِن 60 سنة، يعني حرفيًا من أول 12 سنة بيعملوا programs لحد 60 سنة. هُم بيدفعوا لكم الفيزا هنا من مصر، بيدفعوا لكم تذاكر الطيران، وأنا اشتركت قبل كده في program معاهم، وبيدفعوا لكم كل حاجة، بس أنتم still محتاجين فلوس معاكم، ومش كل الprograms بتبقى وردية أوي كده زي program السفارة، في programs تانية أنتم اللي بتدفعوا travel tickets وأنتم اللي بتدفعوا الفيزا وبتدفعوا كل حاجة، وهُم بيدوها لكم هناك أو ما بتاخدوهاش خالص، ودي أنا عملتها قبل كده وكانت أحسن بكتير لإن هي flexible، الحاجات اللي بتدفع لكم 100% بتبقى strict جدًا، بتبقى صارمة جدًا، بتبقى صارمة جدًا. يعني لو أنتم عندكم شغل مثلًا وهتتأخروا يوم مش هينفع، هيتلغي الprogram، عشان كده أنا باقول إن الحاجات دي بتبقى أفضل وإحنا صغيرين، دي حقيقي، يعني وإحنا عندنا لسه وقت، عندنا لسه ما عندناش شغل، ما عندناش لسه لو أنتم مثلًا متجوزين وعندكم أطفال، ولكن هي فعلًا موجودة،
بس برضه ما فيش حاجة اسمها 100%. أي حد بيقول لكم إن أنتم هتسافروا ببلاش 100% ده شخص بيكدب، ولكن برضه ولا أنتم هتسافروا 100% ببلاش ولا أنتم هتدفعوا فلوس كتيرة. عشان كده أنا باحب النوع ده من السفر، إن أنا مثلًا بيشيلوا عليّا الaccommodation هناك، السكن اللي هو بيكون غالي جدًا، بيشيلوا عليّا كمان ساعة travel tickets. أنا ساعتها باكون حُرّة، أنا ساعتها بيكون معايا فلوس إن أنا أجيب souvenirs مثلًا. يعني مثلًا استنى، هي فين؟ أهي دي لسه جايباها من فين؟ أنا لسه جايباها من النمسا. تحفة، أنا باحب الart وباحب الحاجات دي، مش مشكلة. يعني أنا أول مرّة أمّا سافرت بولندا بجد ما جِبتش معايا أي souvenirs، ممكن souvenirs صغيّرة، حاجات هدايا صغيّرة. ولكن بعد كده بدأت أكبر، بدأت أكبر، بدأت أشتغل، بدأت أجيب هدايا أكتر، بدأت أنبسط في البلاد أكتر. يعني أنا فاكرة في بولندا فعلًا كنت باحاول ما أخرجش كتير، باحاول أخلّي الpocket money، بس still أنا كان معايا فلوس. مش هينفع تروحوا من غير ما يكون معاكم فلوس خالص، ده مش منطقي. هي المنح الدراسية أو المنح الغير دراسية الnon formal education زي ما بيسموها، موجودة عشان تساعدكم. لكن لو أنا على طول باقول ده وباقول بجد ما تزعلوش، أنا باحاول أكون صادقة معاكم. لو أنتم فعلًا معاكوش فلوس خالص أو أهاليكم مش قادرة تساعدكم، يبقى إحنا نشتغل على نفسنا، يبقى إحنا نشتغل على نفسنا ونشوف. لو إحنا طلاب، لو إحنا بنشتغل، لو إحنا أي حاجة، ما فيش حاجة اسمها إن أنا أسافر أو إن أنا أصدق حد بيقول لي إن السفرية دي 100%. أنا لسه راجعة من أرمينيا مثلًا، أنا اللي دافعة الفيزا بتاعة أرمينيا. أنا مثلًا لمّا خرجت أنا اللي دافعة كل ده، هُم بس كانوا دافعين لي حاجات بس مش كل حاجة. أنا حرفيًا دافعة حاجات معيّنة. ما فيش حاجة اسمها إن أنا أروح مثلًا وأنا معايا أقل من $100 لو مَوْل بالكامل. وزي على طول ما باقول السفر التطوعي أو السفر عن طريق المؤتمرات ده البداية بس، مش هنفضل كده على طول. دي حاجة بتعلّمنا، دي حاجة علّمتني. فإن إحنا دلوقتي أنا اتعلّمت أهو، طوّرت مهاراتي، اشتغلت أكتر. إحنا محتاجين نشتغل أكتر عشان بعد كده نسافر السفر السياحي اللي إحنا كنا بنسمع عنه وإحنا صغيرين، وإن إحنا نحجز فنادق وإن إحنا نسافر أكتر فعلًا. ولكن هل السفر ببلاش 100%؟ الإجابة القاطعة والإجابة الحقيقية فعلًا إن هو لأ. إحنا محتاجين فلوس حتى عشان نسافر في منحة دراسية، أيوه إحنا محتاجين فلوس لسه. وفي ناس حرفيًا في المنح الدراسية اللي بتطلعها دي في ألمانيا بيشتغلوا part time عشان يقدروا يكمّلوا مصاريفهم. لإن عشان نكون حقيقيين، هم مش بيدّوا pocket money يعيّشكم حياة فظيعة. يعني أنا فاكرة في رومانيا، أنا كنت في برنامج تطوعي في رومانيا، الpocket money ما كانش بيكفّي الأكل أصلًا. يعني pocket money هُم مدّيهم لي المفروض للأكل، وpocket money عادي يعني مصروف الجيب عادي، ما الترجمة الحرفية ليه، ما كانش بيكفّي أصلًا الأكل. يعني أنا كمان مش باخرج بيه، ما كانش بيكفّي الأكل. فطبعًا أنا كنت بادفعه معايا، كنت بادفع ساعتها من شغلي عادي. فلازم تكونوا حاطين ده في دماغكم عشان لو أنتم عايزين تسافروا على منحة دراسية، عايزين تسافروا على program، ما تخلّيش أي حد يضحك عليكم ويقول لكم كلام تاني. ولكن مش مستحيل وحرفيًا بيوفّر ليكم، مش زي ما الناس كانت بتقول لنا السفر غالي أوي. لأ، إحنا لو سرِّشنا هنلاقي فرص كتيرة أوي. فهي الحقيقة إن السفر مش مجاني، ولكن الexchanges والسفر التطوعي والprograms هي أرخص بكتير، ممكن أرخص 90% من السفر العادي كمان لو عرفت تختار الفرصة صح. أهم حاجة هي المهارة والتقديم، وطبعًا، طبعًا الجراءة إن أنت تاخد خطوة زي دي أصلًا. بس في خطأ واحد بيمنع إن أنت تعيش التجربة دي، السفر مش فلوس بس، السفر هو طريقة تفكير وsystem وإن أنتم تكونوا عارفين عن الفرص. يعني هي بتبدأ أصلًا نعرف أصلًا عن الفرص. أنا بدأتها كده وأنا صغيرة ما كنتش عارفة زي ناس كتيرة جدًا إن في فرص أصلًا. أنا مفكرة على طول إن السفر سياحي، حتى ما كنتش عارفة إن في ناس بتسافر شغل أو منح دراسية أو أي حاجة. وبدأت أتعلم واحدة بواحدة، وده مش غلط. أنا ما باقولش إن أنا اتولدت perfect أو حد من أهلي أو حد من إخواتي، لأ، أنا اللي حرفيًا بدأت أقول دلوقتي، بدأت بجد أنشر الوعي. ودي حاجة كويسة لو أنتم عندكم حد في العيلة، مبروك عند حد من صحابك. بس أنا ما كانش عندي ده، عشان كده أنا عملت الchannel دي عشان بجد أفهّمكم فعلًا الحاجات اللي أنا ما كنتش أعرفها، اللي العيال الصغيرة ما كانتش تعرفها. حتى لو أنتم أكبر منّي، أنتم still محتاجين المعلومات دي. وفي الفيديو اللي جاي هاحكي لكم أنا شخصيًا إزاي سافرت 5 دول في أوروبا حرفيًا ب90% ما دفعتش فلوس فيها. عشان أنا حقيقية مش هاقول لكم ببلاش، ولكن هاقول لكم إزاي سافرتهم. لو عايزين تفهموا أكتر عن الطرق قولوا لي في الكومنتات، أنا هاكلمكم أكتر. وكمان أنا عندي استشارات الconsultation بتاعتي، وأنا باساعدكم في السفر من A to Z، باساعدكم في السفر من ألف للياء، إزاي تقدروا تسافروا. باساعدكم لو أنتم عايزين تبلانوا السفر بتاعكم، لو أنتم في منحة دراسية مش عارفين تقدموا عليها. أنا باعمل ده بعد خبرة أكتر من 6 سنين. في الفيديوهات الجاية هاعرّفكم أكتر عن الprograms اللي أنا سافرت عليها، وأعرّفكم أكتر عن السفر وإزاي تقدروا تسافروا بطريقة affordable أكتر وأنواع كتيرة، اللي هو لحد حرفيًا زي ما الناس بتقول السفر ببلاش. لو فهمت الsystem ده والنظام ده، السفر هيبقى مختلف بكتير ومش هيبقى مكلف بالدرجة اللي لو أنتم بتسافروا already.
بس كده قولوا لي في الكومنتات إيه رأيكم أو إيه الحاجات اللي محتاجين تعرفوها أكتر عن السفر بتاعي، إزاي أنا قدرت أسافر 19 دولة، قولوا لي في الكومنتات وهاعمل لكم فيديو تاني أرد عليكم، وبرضه قولوا لي لو أنتم جربتوا أي نوع من أنواع السفر ده، قولوا لي رأيكم في الكومنتات عشان ناس تانية برضه تشوف إن في فعلًا ناس تانية كتير بتعملها خصوصًا البنات، أنا عارفة إن هي بتقلق من حاجات من دي، هاعمل لكم فيديو بجد أكلمكم عن الأمان وإزاي أنا أصلًا باقدر أسافر وباعمل كل ده. بس كده، يومكم جميل ومسافرين، باي باي.